الفيديو النهاردة بتاعنا مختلف. بقالي كتير ما سجلتش معاكم. آه يعني الحمد لله رب العالمين. أنا بمر بوقت صعب جدا. آه يعني العنوان بتاع الفيديو لو انتوا شايفينه، أنا بجد آه أنا مريت بالموضوع ده، وما كنتش قادرة أسجل، ما كنتش قادرة يعني إن أنا أعمل أي مواضيع أو أتكلم في أي مواضيع. فالنهاردة حبيت إن أنا أتكلم معاكم على التجربة اللي أنا موجودة فيها، واللي أنا يعني زي بحارب كده، وبجاهد نفسي علشان إن أنا أطلع من الموضوع اللي حصل لي. قد إيه حاسة بطاقة سلبية، مش قادرة إن أنا أعمل أي حاجة، ومش قادرة إن أنا أسجل أي حاجة، ولا قادرة أفكر في أي مواضيع. أكيد حد فيكم يعني صادفوا أي يعني موضوع زي كده، فحبيت إن أنا أتكلم معاكم فيه. فسامحوني لو أنا كنت مش بنزل يعني فيديوهات الفترة اللي فاتت، وده كان غصب عني بجد. لسه الموضوع يعني زي كده بجاهد نفسي. لسه الشيء اللي أنا متعرضة له لسه يعني إيه. مش هقول لكم إن يعني الموضوع انتهى 100%، ولكن يعني الحمد لله بحاول بكل الطرق ان انا احاول ان انا الموضوع ده ان انا انتهي منه. آه، يعني بحب اقدم رسالة لكل حد، لكل حد يعني بيشوف نعمة على غيره، او بيشوف لو حتى طريقة كلام لحد. يعني اما تشوفي نعمة على حد تاني، زي ما ربنا سبحانه وتعالى ادى نعمة للإنسان ده، أكيد هو ادالكوا برضو نعم كتير. ربنا سبحانه وتعالى ما بيظلمش عباده. زي ما بيدي يعني للإنسان نعمة، بيدي الإنسان التاني نعمة. يعني كل حد فينا ربنا سبحانه وتعالى بيميزه بحاجة. فسبحان الله ممكن يكون اللي قدامي عنده حاجة هي مش موجودة عندي، بس مش معنى كده ان انا ابص للحاجة ديت. ويعني ممكن البني ادم يبص بعين مثلا اللي هو هتقولي ما شاء الله، هتقولي يعني بسم الله ما شاء الله، يعني ان انت بتتمني الخير للناس، ولكن في ناس بجد بتتمنى زوال النعم، وده طبعا في ديننا، وده موجود، والحسد موجود، وكل الحاجات دي موجودة. فسبحان الله الإنسان لما بيبص لنعم غيره، أو يبص لأي حاجة هو موجود فيها، آه، يعني الإنسان ده انت مع يعني عايزة أقول إن انتوا اللي بيبص بعين حاقدة أو حاسدة، انت يعني ما بتتركش إلا طاقة سلبية. بتترك بجد الإنسان ده بيبقى عايش حالة غير طبيعية. يعني أنا عشتها والله. والله يا بنات زي ما بحكي لكم كده، أنا مش مرتاحة. يعني أنا قاعدة في البيت مش مرتاحة. زي ما كنت بقول لكم أنا بحب أقرأ سورة البقرة، لكن والله يعني إني قد إيه بحس بمجهود كبير علشان إن أنا أقرأها. يعني يمكن أنا سجلت لكم فيديوهات قلت لكم إن أنا بقرأها في نص ساعة، عشان أطلع من الحالة اللي أنا فيها. وطبعا الأثر على البيت كله، على الأولاد، على الزوج، على البيت كله. فعشان الحالة النفسية اللي أنا بمر فيها أنا وأولادي وزوجي في البيت، أقرأ سورة البقرة. تقيلة جدا، تقيلة جدا عليا، صعبة جدا. يعني سبحان الله. آه، أنا بحكي لكم دلوقتي، وأنا زي ما قلت لكم في الأول إن أنا يعني الموضوع ده ما انتهاش 100%، أنا لسه موجودة فيه. بس حبيت إن أنا أتكلم معاكم فيه علشان أوجه رسالة لكل حد. يعني أما تشوفوا نعمة على حد، أو تشوفوا الإنسان ده في حاجة معينة أو في حالة معينة، يعني أقل شيء خالص إن أنا أقول يعني لو أنا نفسي في النعمة دي، هقول مثلا يا رب مثلا بارك لهم فيها،
واعطني يا رب من فضلك، يعني اقل حاجة. لكن ما بصش للإنسان آه، بالعين الحاقدة الجامدة دي، أو الحاسدة اللي بتقلب البيت، يعني البيت كله بيبقى في حالة غير طبيعية. ولو في حد منكم يعني مر عليه موضوع زي كده، أكيد هو يعني حاسين أنا بتكلم في إيه وبقول إيه، وأكيد حاسين باللي أنا بمر بيه. آه، بكون مش مرتاحة نفسيا، مش مرتاحة، طاقة سلبية جامدة جدا في البيت. آه، كل الأمور بتختلف، يعني طاقتك اللي بتبقى موجودة إنك بتتعاملي مع أولادك، بتتعاملي في البيت، بترتبي البيت، بتنظمي البيت، كل ده بيجي عليك انتي، على بيتك. التعب اللي بيجي فجأة سبحان الله يعني. كل حاجة انت كنت ماشية فيها كويس، كل حاجة طبيعية، صدقوني العين بتهدم الإنسان يعني. العين زي ما الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال لنا إن العين تدخل الرجل القبر، يعني العين ممكن تموت. ليه أنا مثلا أبص لحد عنده نعمة إن أنا أتمنى زوالها؟ ليه يعني؟ أنا مش شايفة مبرر إن الإنسان يبص لحد غيره في حاجة ربنا مديها له. يعني أنا مش عارفة يعني. ولكن اللي أنا عايزة أقوله إن آه بقى يعني بحاول أقرأ سورة البقرة، وبحاول إن أنا كمان يعني أصلي بيها. آه، يعني ربنا يا رب كده ادعولي ادعولي، يعني يا ريت ادعولي كده في التعليقات إن ربنا يزيل عني ما أنا فيه. ويا رب لو حد كده برضو ربنا يا رب يزيل عنه لأن بجد دي بتخلي الإنسان في حالة غير طبيعية خالص. يعني الأمور كلها بتختلف، والحياة كلها بتختلف. اللي انت بتبقي رسماه ومخططاه كده في البيت، ان انت بتمشي بتعملي ايه وكده بتذاكري مع أولادك، يعني كان بيبقى فيه زي طاقة كده إيجابية. ده طبعا بيتبدل، بيبقى طاقة سلبية خالص، بيبقى هبوط جامد، بيبقى انت شايفة كل حاجة مش كويسة في البيت، كل حاجة مش طبيعية، مش زي طبيعتها يعني. أتمنى ان انتوا تدعولي ولكم يعني بالمثل، يعني اللي ادعولي كده ان ربنا سبحانه وتعالى يزيل عني هذا البلاء. آه، ما تنسونيش من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.